يا صباح الخير عليكم ومساء الخير عليكم احلى متابعين في الدنيا على حسب ما الفيديو ده ينزل لكم. شفتوا الكنافه؟ عملنا كنافه بالفراوله، عملنا كنافه بالنوتيلا. يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف عملنا ازاي. الاول نصلي على الرسول على افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. اقول كل سنه وانتم طيبين. ومعايا كنافه. انا كنافه لما بحب اعملها بالذات في كاسات او بولات او صينيه او اي حاجه، اللي بالذات لما هحمرها بحب اجيبها قبليها بيوم او اتنين واشيلها في الفريزر عشان لما تطلعيها تبقى سهله عليكي وانتي بتفتفتيها زي ما انا بعملها كده. بصي بمنتهى السهوله. طبعا انا كنت جايباها وشايلاها في الفريزر عندي، كان بقالها 3 ايام. طلعتها بمنتهى السهولة. ممكن تقطعيها بالسكينة وممكن تعمليها بايدك، بس هي سهلة جدا جدا زي ما انت شايفة كده. بتتفتفت بكلها بمنتهى السهولة. يعني ما غلبتنيش ولا اي حاجة. لكن لو جايباها صبحة مش هتعمل معاكي نتيجة، يعني هتغلبك جدا. حتى لو ضربتيها في الكبة هتغلبك جدا، هتلف معاكي. لكن حتى دي لو انت حطيتيها متجمدة كده في الكبة هتنفرم بمنتهى السهولة. وانا عاوزاها ناعمة جدا. انا يعني المطلوب مني بالذات في الوصفه دي كنافه تكون ناعمه جدا. انا جبت لكم السكينه عشان حبيت اوريكم اللي انت ممكن تقطعيها بالسكينه او تفركيها كده بايدك او تحطيها بالكبه. مفيش اي مشكله خالص. زي ما انتم شايفين كده ده نص كيلو كنافه. عملته زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى الطاسه بتاعتي. دي خلصت كده زي ما انتم شايفين كده. بس انا بقى كمان محمرتش النص كيلو، يعني حمرت يعني سبت زي حبه كده منه. يعني اخدت النص كيلو لحد حبه بسيطه كده شلتهم. ده سمن بلدي وكنت منزله الفيديو معاكم وانا بسيحه. طبعا الكنافه يعني سمنه، ما تستخسريش بقى. سواء عندك سمن بلدي او سمن النباتي العادي اللي احنا بنستعمله، بس الزيت لا. هي او زبده، يعني الموجود عندك انت هتشتغلي بيه. او زبدة زي ما انا قلتلك تحطي عليها السمن وتقلبيها كويس جدا. تتأكدي ان كل حتة في الكنافة بتاعتك عليها سمن كويس جدا. كنافة يعني سمن مفيش اي كلام. حطيتها في الطاسة بتاعتك او ممكن تدخليها في الفرن في صينية وتقلبيها كل شوية تحت الشواية. اما بتحمر وتاخد منك لون انا بضيف لها ايه؟ بضيف لها معلقتين سكر بودر وتحمريها كمان شوية بيديك اللون الذهبي ده. جبتي بقى الكريمه بتاعتي. انا كده حطيت كوبايه الا ربع، لكن انا كملت كوبايه. انا حطيت كوبايه كامله زي ما انتوا شايفين. ونزلت طب الكريمه بتاعتي دي خام، فنزلت عليها بمعلقتين سكر بودر وبدات اضربها تاني. وانا بحب اعمل كريمه، قلت في الفيديوهات بتاعتي كتير لو رجعتوها ودخلتوها، اللي انا بحب اعملها بميه مثلجه بتبقى احسن من اللبن. قسمت الكريمه بتاعتي بعد ما ضربتها في بولتين او طبقين. حطيت على واحده معلقه كاكاو، وطبعا انا جايبه بديل النوتيلا هنزل بيها بمعلقتين. انا حطيت معلقه وبعدين رجعت نزلت بمعلقه تانية بعد ما ضربت. مش عارفه دي هتيجي ولا لا، بس انا حطيت معلقتين كبار زي ما انتوا شايفين مع معلقه كاكاو. وهبدا اضرب تاني لغايه ما تدينا القوام اللي انا محتاجاه. في البوله بقى التانية انا جبت فراوله زي ما انتوا شايفين كده. هبدا اقطعها وبعدين انزل عليها برضو بالكريمه بتاعتي واضربها عشان اعمل الفراوله. اللي بالفراوله انا كده عملت فراوله قصدي كنافه بالفراوله. والكنافه بالنوتيلا ممكن تبدليها بالمانجا، يعني بحسب ما انتي عاوزه. انا في ليا فيديوهات كتير عامله كنافه بالمانجا. نزلت عليها بالبرندر بتاعتي وضربتها. وبعدين زي ما انتوا شايفين كده بعد ما ضربت الفراوله نزلت بيها بالكريمه. طبعا ما حطيش الفراوله نقطه ميه. الفراولة بتاعتي ضربوها من غير نقطة مية. ممكن تضربيها في الخلاط مفيش اي مشكلة. نزلت بيها بالكريمة وبدأت اللي انا اشتغل عليها بالمضرب تاني زي ما انتوا شايفين. لغايه كده تمام. نصلي على الرسول على افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت الكاسات بتاعتي او البولات او صينيه عادي، ممكن تحطيها تعمليها في صواني عادي. لكن انا جبت الكاسات بتاعتي وبدات. طبعا ما عنديش الكيس الحلواني ده وللاسف نزلت دورت عليه ما لقيتوش. استعملت كاس التلاجة عاديه ما عطلتش نفسي. وبدات احط بقى طبقه من كريمه الفراوله وبعدين طبقه من الكنافه بتاعتي وبعدين طبقة تاني وهكذا وهكذا لغاية ما اخلص الكمية كلها.
لغايه ما اخلص الكميه كلها وارجع احط طبقه الكنافه تاني. عاوزه اقول لكم حاجه، ممكن تبدلي السكر البودر بدل ما تحطي على الكنافه. لو عندك عسل نحل وبتحبيها طريه تحطي عليها معلقتين عسل نحل، بس احنا عشان بنحبها يعني بتقرمش كده وفيها قرمشه، فبقوم حاطه معلقتين سكر بودر بس بعد ما تاخد معاكي تبدا تاخد لون. لو حطيتي السكر البودر الاول وانتي بتحمريها قبل ما تحمريها تتلسع منك. انا بقول لكم ده عن تجربه، اول ما تاخد معاكي اللون الذهبي وايدك فيها عشان بتتحمر زي لسان العصفور والشعريه بسرعه جدا. بحط منزل بمعلقتين سكر البودر. عملتي بقى اللي بالنوتيلا، بدأت برضه نفس النظام اللي عملته بالفراولة هعمله هنا. ابدأ احط النوتيلا وبعدين الكنافه وبعدين الطبقه التانية انا بشتغل لكم اهو بالمعلقه عادي، لان انت ممكن ما يبقاش عندك الكيس وما تعطليش نفسك. انا حبيت اوريكم اللي انتم ممكن تعملوها بالكيس عاديه، سواء حلواني سواء تلاجة او بالاسباتله او بالمعلقه، ايا كان اللي موجود عندك تشتغلي وما تعطليش نفسك. طبعا كلنا رمضان يعني كنافه، وسواء انا بعملها والله في رمضان ولا من غير رمضان، لو انت عندك ضيوف عايزه بتساعد معاكي وفي عزومتك بتشرفك. جبت بقى معلقتين من النوتيلا بتاعتي ودخلتها الميكروويف، طبعا ضفت عليها معلقه زيت عشان تخف معايا بالشكل ده، ونزلت بالطبقه الاخيره خالص بالنوتيلا زي ما انتم شايفين. دي نوتيلا من غير كريمه خالص. هقول تاني، اخدت معلقتين حطيت عليهم حبه زيت عشان يخفوا تاني ودخلتهم الميكروويف 30 ثانيه او على حمام بخار ماء عادي، وزي ما انتوا شايفين كده نزلت بيها الوش. التزيين ده بقى حسب اللي عندك وحسب رغبتك، ده فستق كداب على لوز عندك، على لو عندك سوداني، زي ما انتوا شايفين تحطي اللي عندك. التزيين ده حسب الرغبه، ممكن شوكولاته تبشريها، شوكولاته فرماسي اللي عندك كله تحطيه. وانا كمان زينت فراوله، حطيت على وشها كده حبه كنافه، وحطيت فراولايه واحده ممكن تبدليها كلها بالفراوله، دي حاجه بقى براحتك. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، يا رب بكون ضيفة خفيفة عليكم واسعدتكم وفدتكم، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم على الأمة الإسلامية أجمعين. أشوفكم على خير وأقول لكم باي باي أحلى متابعين.